السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة وصفات شوب. اليوم جيت نحضر معكم حلوى دانون اقتصادية ولذيذة هشيشة كتذوب في الفم وبمقادير اللي هي بسيطة جدا. فنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. في آنية أو قصعة غناخد 2 حبات من البيض اللي كون خرجتهم من قبل من الثلاجة. كذلك غنفرغ العلبة ديال الياغورت ونوضع 2 كؤوس ديال السكر سنيدة أو السكر الخشن بعبار كأس الياغورت. غنضيفو 2 زائد قبصة ديال الملح ونخلطو جيدا حتى نحصلو على هذا القوام. من بعد غنضيف العلبة ديال الياغورت وايضا غنعبر 2 كؤوس من علبة الياغورت ديال الزيت. غنخلطو جيدا حتى نحصلو على هذا القوام الابيض. ومن بعد نوضع 2 معالق كبيرة من النشا. كذلك غنضيف كأس ديال الدقيق ونضيف 2 أكياس من خميرة الحلويات وغنوضع الدقيق. ومن بعد نقول لكم شحال وضعت اكتفت ليا العجينة وغنوضع ونخلط حتى نحصل على عجينة متماسكة وما كتكونش تلتصق. كملاحظة كتكون رطبة باش تجينا الحلوى هشيشة من الداخل. بالنسبة ليا هنايا وضعت 7 ديال الكؤوس ونصف ما يعادل 700 غرام و50. كتحصلوا على هاد العجينة. غنوضع كرات بنفس الحجم كما كتشاهدوا ونوضعهم في لاطة عليها ورق الزبدة وغنوضع حفرة في الوسط وندخلها للفرن اللي يكون على نار مرتفعة. من بعد ما ندخلها غنخليها طيب من الفوق وتحمر لتحت حتى كتحصل على اللون الذهبي. بالنسبة لهاد الحفرة من بعد ما تشوفوا الحلوى انتفخت غادي تعاودوا تطبعوها كما في الاول. بالنسبة كذلك الفرن الكهربائي غيكون مسخن على اعلى درجة. من بعد ما ندخلوا الحلوى نخليها طيب على خاطرها من الفوق، نشعل عليها من الفوق ومن التحت حتى كتحصلوا على هذا اللون الذهبي. غندوزو للتزيين. خديت هنا مربى ديال المشماش او الكونفيتير اللي متوفر عندكم. غنسخنو ومن بعد غناخد كل حبة ندهنها بالكونفيتير ونوضعها في جوز الهند. غنوضع الحلوى جانبا وننتقلوا نحضروا الكراميل. غناخد كأس من السكر وغنوضعه على حرارة معتدلة ونخليه حتى كيذوب ويحصل على هذا اللون. ومن بعد نحركه بملعقة خشبية. كنبقى نحرك حتى كيذوب هذاك السكر. ومن بعد غنضيف معلقة كبيرة من الزبدة الا كانت حيوانية يكون احسن وغنخلط بهذه الطريقة. ومن بعد ناخد كأس ديال الحليب نوضع فيه معلقة كبيرة من النشا وغنضيف النصف ونحرك. ومن بعد النصف الثاني حتى نحصل على هذا القوام. غنخليه على حرارة معتدلة حتى كيتقال. ومن بعد غنضيف عليه 12 قطعة من الشوكولاتة البيضاء. بالنسبة للكراميل كنت حضرته معكم من قبل بطريقة أخرى، نخليكم الرابط في صندوق الوصف. من بعد ما حركت الشوكولاتة اللي نكون طفيت عليها الحرارة غنوضعها في إناء. نوضع الكراميل في إناء ونخليه حتى كيبرد ونزين به الحلوى. وكتكون هذه هي طريقة التزيين لهذه الحلوى. تبقى اختيارية طريقة التزيين لكم. يمكن لكم توضعوا المربى او الشوكولاتة واللي متوفر عندكم. كتكون هذه هي الحلوى ديالنا النهائية. حلوى سهلة اقتصادية رائعة ولذيذة وهشيشة. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. تشجعوني بلايك ومرحبا بتعليقكم او اي تساؤلات. الى فيديو قادم ان شاء الله، وصفة قادمة. مع السلامة.